بمناسبة شم النسيم، المتاحف المصرية جهزت نفسها علشان خاطر تستقبل الزوار النهاردة الاثنين في المتحف المصري بالتحرير. الموضوع مش مجرد فرجة وبس، لأن الدكتور علي عبد الحليم صرح إن المتحف يتزين بزهور اللوتس والبردي علشان خاطر الناس تحس بجمال الربيع، وكمان في جولات إرشادية ببلاش للمصريين علشان خاطر يفهموا حكاية كل قطعة أثرية. ورغم إن الزوار قلوا شوية بعد افتتاح المتحف الكبير، إلا إن متحف التحرير لسه هيبته ومكانته موجودة في قلب وسط البلد. أما متحف الحضارة بالفسطاط فده عامل شغل عالي جدا بورش بقى عمل وفعاليات تعليمية للأطفال والكبار، بهدف إن هم يربطوا الأجيال الجديدة بهويتهم وتاريخهم في جو كله بهجة. الهدف من كل ده مش بس الفسحة، لكن إننا نفضل فاكرين إن أعيادنا دي أصلها من جدودنا الفراعنة. فلو لسه ما عملتش خريطة لشم النسيم، المتاحف مستنياكم في أجواء احتفالية ما ينفعش تفوتها.